بلدنا اليوم معشوقة الجماهير الملوخية التونسية. باش نشوفوها اليوم كيفاش تجيب مراحل الطبخ متاعها بطريقة مختلفة تماما على اللي تعودتوا بيه. جاو معايا المطبخ متاعي وشوفوا طريقتي في طبخ الملوخية. صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم دبلة وحليب. اليوم نهار جديد، باش تبدو معايا من الأول. هو في الحقيقة نهار الكونج متاعي، باش تشوفوني أنا امرأة عاملة كيفاش باش نعدي نهار الكونج متاعي. هيا مع بعضنا باش نشوف مختلف مراحل اليوم. الحقيقة بديت نتعب من توا. كي نذكر شنو السنة فيها نبدا نتعب. لكن انا باش نعدي المراحل الكل معاكم باش تشجعوني. ديما نحب شكون معايا باش يشجعني، وان شاء الله تعدوا معاي وقت باهي، تعلموا حاجة والا من خلال ملاحظاتكم نتعلم انا حاجة. وهذه نطلع عليكم من جنينتي صغرونا. هاي يا اللي قاطع باش نبداو في المطبخ باش نشوفوا فطور اليوم. اللقاء في المطبخ معناه شوفوا شنو باش نطيب اليوم. يا اللقاء في المطبخ. حطيت شوية زيت اللحم باش نفوحو الثوم، حطيت شوية هريسة، شوية مش برشا باش نفوح اللحم. خلط الكل ونخليه على شيرة شوية باش اللحم يشرب الفحات الكل. نزيد مازال شوية ملح وشوية تابل كرواري. تحت تليفون يجي ونصب. نكمل باش نحط شوية ملح شوية خاطر ما نعرفش على الملوخية ممكن يصير يطلع البياع حتى على الملح. شوية ملح وشوية تابل كرواري مخلطين، نخلطهم مع بعضهم ونخليهم يرتاحوا شوية. بعد نقولكم كيفاش باش نعمل. من بعد ناخذ صحفة نحط فيها الملوخية تكيلو بالمعرفة على عدد أفراد العائلة. مثلا عندك 5 6 5 معارف 6 معارف بعدين تزيد واحدة زايدة. أنا هنا حطيت 9 معارف ملوخية. بعد نصب عليها الزيت. أنا خلطت بين زيت زيتونة وزيت القطانية. أنا عملت زوز باش متجيش قوية برشا بزيت الزيتونة، وفي نفس الوقت متجيش خفيفة برشا بزيت القطانية. أو مازال باش نزيد لها الزيت. كيفاش خلطتها الكل باش نخلط بعضهم. وقت هذايا نجمو نشعلو الغاز هذايا ونخليوه يتقلى مع بعض. انا بالنسبه لي هنا الريسيت نتاعي نتاع الملوخيه ما نقليش الملوخيه، ما نقليش القدر، نعملها هكا كان باش نعمل مكرونه جاريه ولا مكرونه صلصه معناها. لكن بعد نصب لها برشا ماء وبعد نشوف واش باش نعمل. يعني توا باش نخليها تتقلى شويه ونصب لها الماء نتاعها ونوقعها معناها. خليت هذا اللحم والفحم تتقلى شويه بشويه ماء. احنا ديجا الهدف اننا نخليط الملوخية باش نبعدو على التقلية. كل نموتو بالمسخون باش نبعدو على التقلية، هذا احسن طبعا باين. نجيب الملوخية دونك هذا هو الحل، انك ما تقليهاش فوها عادي تنجدك. ومن بعد نزيد الملوخية المخلطة في الزيت. نعرف انه اللحم سيء، انا نحكي بشويه قبل كل شيء، نحكي بشويه خاطر الجماعه قمت على بكري. نعرف اللحم خذيه شويه مثلا تاع الفحات باش نخرجو. علاش باش نخرجو؟ خاطر باش نهبط في
علبة الملوخية. كما تعرفون الملوخية في الأول تبدأ كلها تزلبط مش باهية معناها، وتعطي اللون الأخضر للحم. أنا باش نرجعو بالآخر كي تنحى الزلبط الكل وأطا ونرجع للحم. نكمل خرج الحميد. بعد ما خرجت اللحم نصب الملوخية ونخلطها في الزيت. مازلت باش نزيد لها أول خاطرند ونخليها تطيب على روحها سلة سلة. تنقول لكم وقتاش باش نرجع نحط لها اللحم نتاعها. اللي قام بعد هذه الملوخية كيف شفتوها ونحط الرند خليها تطيب على روحها سلة سلة. نقول لكم بعد قداش من وقت باش نرجع لها اللحم. كل مرة نكون عليها وتوا بعد نص ساعة كيفاش نرجع نكون صايبت مليح. باش تبدأ نقلبها تجيب على روحها راحتها ولا على راحتها سلة. أو شوفوا بعد ساعة من زمان، ساعة وشوية حالة ساعة ودريج كيفاش ولات. بديت في زيتها لكن مش معناها طابت راه مازال الطياب نتاعها. باش نرجعلها اللحم. شفتوا كيفاش فاتحة خاطر مستقلة متاع مبكري، مستقلة هي من شوية الطماطم والهريسة اللي حطيتهم من بكري. تو أنا ضامن اللي هو مفوح نهبطو توا. علاش نزيد نفسرلكم علاش ما خليتوش مبكري في الوصف في الملوخية؟ على خاطر باش يولي أخضر. ما كنت تعرفوا الملوخية في الأول مرة تبدا خضراء يولي ممكن يطيب وهو معناه الملوخية تطيب مش ملوخية اللحم يطيب وهو مازال أخضر. دونك نحطو في المراحل هذه يا ساي وقت اللي يبدا التسويد نحطو هو باش يطيب في وسط. نجم يطيب هو قبلها راه وهو الأكيد. خاطر أنا توا حطيت علوش وباقي خلطتهم زوزة مع بعضهم على خاطر عندي الصغار ما ياكلوش العلوش. خلطتهم زوزة مع بعض. هذايا الحم الكرومة راهي الكبير الحم الكرومة تاع العيد خليته باش نعمل بيه ملوخية. عملت شوية صلصة منه صلصة وعملتها ملوخية ومازال منه شوية على خاطر الصغار ما ياكلوش اللحم وحتى البقري معنا شوف. توا نرجعو نشوفو المراحل نتاعها الاخرى. يعني المرحلة احنا بالنسبة للتفويح وكل شيء كامل راهو. توا باش تبقى المراحل شنو مراحل باش تجيب معناه. ممكن نسحق من بعد نزيدولها الماء. اسيوس اخرى الماء يلزم يتزاد سخون نزيدوش الماء بارد خاطر تعطل في الطياب. دونك الماء ديما يبدا عندكم ماء سخون والا معناها سخنوا وتزيدوا يعني. طبعا نخليها تكمل تجيب على روحها ونمشي نكمل نلم البيوت ونغسل المعونات شوية معون تاع الفطور الصباح وهكا. هي يوميات نهار الكونج يعني سبقت لكمش اللي هو اليوم نهار الكونج نتاعي. امس والامس من قبل واليوم نهار الكونجي يعني فكرت في الملوخية. اللقاء في الحوسرة أنا متاع الدار مش معناها اللقاء باش نقصو مازلنا يعني اللقاء في بلاصة واحدة أخرى من الدار. نحطو عليها على فكرة زدتلها شوية ملح نحط نقص الملح نحط الملح بالذوق. توا ساعة تقريبا ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. نزيدها شوية ماء ماء سخونة
نصفى تلبينا نديها ديما النصفى ونخليوها لما تجيب على روحها. أو باش نشوفوها بعد 3 سوايع. هي بعد 3 سوايع نحمطها باش نخرجو ونخليها هي تكمل سلة نقصرها على الاخر ونخليها تكمل سلة هكا كما عاودة نسيتها هاي التكستير متاعها بديت تطيب. خليها كما قلت لكم سلة وتجيب على روحها. في الوقت هذاك انا خرجت الحوايج، خرجت باش من الماكينة نشرته وارتحت منه. انا بالنسبة لي المراحل نعملها نرتاح منها. تو باش نعمل كنسل الدار ونسيق. تو باش نمسح هابط بيت القاعد. ما عنديش برشا حركة هي فيها الحق، لكن الغبرة ماك تعرفوا تدخل من الشبابك تدخل من الدنيا الكل. دونك بورتفينات ديما محلول هذايا خاصة في الليل باش ندخل شوية نسمع. دونك لازم نمسح شوية الغبرة ديما وهكا. العادة مساعد الرسمي لجاكس، وبعد تالي بعد عملها كنسة وتسيقة خفيفة وكهو بواخيشة خفيفة، مش باش نعمل تسيقة ماء وزقزيق وكل شيء. الدار كاملة باش نعدي اليوم خيشة وكهو. خاطرني ديجا ما عنديش برشا، عملت ممكن 3-4 أيام قبل العودة المدرسية بالنهار عملت غران ميناج. دونك خففي توا الخدمة ان شاء الله حتى الويكاند نعاودو غران ميناج من جديد. هكا نمسح الطاولة وبعد نتعدى للغبرة واللوح. بعد 4 ساعات ونص هاي ملوخيتنا ما شاء الله طابت، الحم طاب، كرت زيتها مليح وبنينة زيادة. هاي الملوخية في الصحن مهم ياكلها وان شاء الله تاكلوا بالشفاء. جربوها طريقة باهية ونأكد لكم انها ما توجعش المعدة. جاية الطريقة الجميلة. طبعا وقت تبخير للظهر بعد النظافة نبخروا الدويرة نمشي نعمل دوش وبعد نشوف ايش باش نعمل. لازمني حاجة عشان يخبي على روحي. وتوا بعد التعب الكله وقايت متاع باش نرتاح شوية عملت تاي هو انفيوزون تاي احمر ونعملو بالحليب المركز المحلى هكا. قايت واحد يرتاح بعد حوسه متاع الدار وكملنا وفطور وكل شيء. دخلت دوشت خدمت شوية حاجات خدمتي وتوا انا حضرت خدمة غدوة وتوا بقيت كويس تاي ونتمدى شوية نتفرج في التلفزة هكا. نهار كان متعب على الاخر. يعطيكم الصحة اللي تبعتوني لتوا وان شاء الله في يوميات اخرى. اما الاكيد انه باش تكون يومياتنا مع الكونجيات وكا لكم تعرفوا نهار الخدمة نهار جري وكا. ان شاء الله نتقابلوا يوميات اخرى كما قلت لكم. الى اللقاء. عطيت السم عارفة من قوة العلمة. الى اللقاء.